هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ عساكم بخير دايما. ومعادنا النهارده زي كل خميس مع سهرة الستايلينج. فقوليلي، انتي متأكدة انك عرفتي شكل وشك صح؟ لو لسه او حتى لو عرفتي، تعالي شوفي النهارده شكل من اكتر الاشكال اللي بتتظلم في عالم الستايلينج. شكل وقوة وحضور، شكل الشخصية الواضحة، الوجه المربع. احنا في سلسلة كورس الستايلينج بنساعدك تعرفي شكلك وتفهمي جسمك ووشك علشان تختاري لبسك وستايلك صح. لو لسه ما شفتيش اول فيديو في السلسلة عن تحديد شكل الجسم والوش بطريقة دقيقة، ضروري ترجعي تشوفيه الاول علشان توصلي لافضل نتيجة. وما تنسيش تتابعي باقي الفيديوهات في الكورس عشان توصلي لستايل يليق بيكي ويبرز جمالك بطريقتك الخاصة. ويلا نبدأ مع بعض ونكتشف اسرار الوجه القوي ده. اولا نفتكر بسرعة ملامح الوجه المربع. الجبهة وعظام الخد والفك تقريبا بيكونوا نفس العرض، والزوايا خاصة عند الفك بتكون واضحة جدا وحادة، والطول والعرض بيكونوا متقاربين، فالشكل بيظهر متوازن لكن بزوايا قوية. الوجه المربع بيكون مليان قوة وهبة، وهدفنا من الستايلينج اننا نضيف له نعومة وتوازن علشان نخلق شكل انثوي رقيق من غير ما نخسر وضوح ملامحه. احنا مش بنغير، احنا بس بننسق. ويلا بينا نبدأ. دلوقتي هنتكلم عن قصات الشعر، ودي نقطة مهمة جدا لأنها بتفرق في شكل وشك كله. هدفنا هنا نضيف شوية نعومة حوالين الزوايا القوية للوش عشان نخلق توازن، زي الطبقات الناعمة حوالين الفك، لأن دي بتكسر الزوايا الحادة وتخلي شكل ألطف، والشعر الويفي أو الكيرلي الخفيف لأن التموجات الطبيعية بتضيف انسيابية للوش. والغر الجانبية أو الكورتين بانكس بتغطي جزء من الجبهة وبتكسر الخط المستقيم اللي ممكن يبان قاسي. والشعر اللي بيطول الوش شوية، يعني القصات اللي بيكون فيها أطوال متدرجة، لأنها بتدي إحساس بالطول أكتر وبتخفف من عرض الوجه. كمان في حاجات ممكن تزود حدة الشكل فبنحاول ان احنا نتفاداها، زي قصات البوب المستقيم اللي بيقف عند الفك بالظبط، لانه بيبرز الزوايا الحادة وبيخلي الوش يظهر اعرض. وكمان الغرة القصيرة او المستقيمة جدا لانها بتبرز عرض الجبهة، وده مش بيكون مناسب هنا. نيجي بقى للفات الحجاب والربطات، ودي بتلعب دور كبير جدا في توازن ملامح وشنا وخصوصا مع الوش المربع. لفات الحجاب يفضل تكون ناعمة ومنسدلة حوالين الوش لأنها بتخفف الزوايا الواضحة وبتدي شكل ألطف حوالين الفك. والربطات كمان اللي بيكون فيها انحناءات أو تسريحات جانبية، لأن الانحناءات دي بتكسر الخطوط المستقيمة في الوش. وكمان ممكن نستعمل البندانات القماش الناعمة اللي بتغطي الزوايا بمرونة. ونحاول نتجنب اللفات الضيقة لأنها بتوضح الزوايا أكتر وتبرز شكل الوش وبتزود الحدة. كمان نتجنب الربطات العالية جدا أو المشدودة لأنها بتشد ملامح الوش وتخليه يبان أعرض. وهنا بنوصل لنقطة مهمة جدا، وهي النضارات. النضارات مش بس اكسسوار، دي كمان ممكن تكمل ملامح الوش أو تبرز زوايا أكتر. فنحاول نختار الإطارات الدائرية أو البيضاوية لأنها بتكسر الخطوط الحادة وبتدي توازن ناعم. كمان النضارات اللي بتكون بحواف ناعمة علشان تخفف من حدة الزوايا وتندمج بلطف مع الوش. كمان نختار الإطارات تكون رفيعة أو شفافة لأنها مش بتزود العرض أو حدة في الملامح وبتحافظ على خفة الشكل. ونحاول إن احنا نتجنب النضارات المربعة أو الهندسية الحادة لأنها بتكرر شكل الوش وبتبرز الزوايا أكتر. كمان الإطارات التقيلة أو العريضة جدا لأنها بتزود الجزء العلوي من الوش وبتخليه يبان أقصر وأعرض. ويلا نشوف ياقات البلوزات، لأن شكل الياقة بيلعب دور مهم في إظهار توازن الوجه خصوصا للوش المربع. فنختار الياقة الفي لأنها بتطول الرقبة وبتخفف العرض من عند الفك. كمان الياقة الدائرية لأنها بتكسر الزوايا الحادة في الوش وبتدي إحساس بالنعومة. والياقات اللي بتكسر حدة الفك، زي اللي يكون فيها تفاصيل منحنية أو دروبس كتيرة حوالين الرقبة. ونحاول ان احنا نتجنب الياقات اللي تكون مربعة لأنها بتأكد شكل الوش وبتكرر نفس الزوايا. وكمان الياقات العالية جدا بدون أي انحناءات لأنها بتزود التركيز على الفك وبتخلي الشكل يبان أقصر وأعرض. والمكياج، المكياج أداة قوية جدا نقدر بيها نعيد توازن ملامح الوش بسهولة. فبنحاول ان احنا مع الوش المربع نستخدم كونتور يكون خفيف حوالين الفك عشان ينعم الزوايا القوية من غير ما يبرزها اكتر، ونستعمل هايلايتر على منتصف الجبهة والدقن
عشان يجذب النظر للطول مش العرض. ونستعمل البلاشر يكون مائل لأعلى الخدود عشان يرفع الملامح لفوق ويبعد التركيز عن الزوايا. وكمان الحواجب نحاول نخلي الحواجب يكونوا ناعمين ما فيهمش زوايا حادة، لان الانحناء البسيطة اللي بتكون في الحاجب بتكسر الحدة وتخليه الوش من فوق يبان ناعم اكتر. كمان الايلاينر لما نيجي نرسم الايلاينر المجنح اللي بيكون برفعة خفيفة علشان تدي طول اكتر ونبعد عن العرض، ونبعد عن الكونتور القاسي جدا اللي بيكون حوالين الفك لانه هيبرز الزوايا اكتر. وكمان بلاش نستعمل بلاشر يكون بشكل افقي لانه هيعرض الوش اكتر ويديله وسع. كمان الخطوط المستقيمة او التخينة لانها بتبرز زوايا الحد اكتر، فنحاول ان احنا نستعمل ايلاينر يكون بخط رفيع. كمان الايلاينر السفلي اللي بيكون تحت العين التقيل بيشد العين لتحت وبيبرز الفك اكتر بدل ما يرفعه. والاكسسوارز دي حلوين. الاكسسوار مش بس تكملة، ده ممكن يغير شكل وشك تماما لو اخترتيه صح. فبنحاول هنا نختار الحلقان الدائرية او الدروب ايرينجز لان بتنزل لتحت وبتدي طول وبتكسر حدة الفك. كمان السلاسل القصيرة الناعمة لانها بتركز على الرقبة وبتخلي التركيز بعيد عن عرض الوش. كمان نختار اكسسوارز يكون فيها تفاصيل كيرلي او منحنية زي الحاجات المدورة او المزخرفة بلطف لانها بتلين الملامح اكتر. ونحاول ان احنا نبعد عن الحلقان المربعة او الهندسية، وكمان السلاسل الطويلة جدا. واخيرا في شوية حاجات لو بعدنا عنها هنساعد شكل وشنا يبان انعم ومتوازن اكتر، زي القصات الحادة او المسطحة سواء في اللبس او الحجاب او الشعر. كل ما كانت في خطوط حادة كل ما زودتي شكل الزوايا. نحاول ان احنا نختار الحاجات تكون فيها نعومة اكتر ومنحنيات. نظارات او لفات بتقلل من طول الوجه، لو الشيء بيأثر الطول او بيعرض الجبهة غالبا مش هيكون مناسب. كمان الاكسسوارات بخطوط مستقيمة قوية نبعد عنها لانها بتشد الانتباه للزوايا بدل ما تلينها. فالوجه المربع مش محتاج اي تغيير، هو بس محتاج يتفهم. لو ملامحك فيها حدة يبقى جواكي شخصية قوية ومميزة، وكل اللي محتاجاه انك تظهري قوتك دي باسلوب ناعم ومتوازن. فوانتي بتختاري لبسك او اكسسواراتك افتكري دايما ان الهدف من الستايلينج مش اننا نغير شكلنا لكن نبرزه بافضل صورة. شكل وشك هو جزء من جمالك، والمفتاح هو انك توازني بين الخطوط والزوايا باسلوب ناعم يناسبك. وزي ما بنقول على طول الثقة بالنفس هي اجمل حاجة ممكن تلبسيها. حبي شكلك زي ما هو واعملي ستايل يليق بجمالك الداخلي والخارجي. ولو لقيتي ان وشك مربع جربي النصايح دي وقوليلي في الكومنتات ايه اكتر حاجة حسيتي انها فرقت معاكي. ولو عندكم اي سؤال سيبوه في الكومنتات وهرد عليكم. وما تنسوش اللايك والشير علشان بنات اكتر تستفيد. باي باي يا مبدعين، واشوفكم على خير ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.